في مشكلة بتواجه كل العرب اللي بيروحوا على أوروبا أو بيروحوا على الدول الأجنبية، إنه بيلاقوا مجتمع مختلف تماماً عن المجتمع اللي كانوا عايشين فيه. فبالتالي بياخدوا موقف من هذا المجتمع الجديد اللي هن اجوا عليه. فبالتالي بيحاولوا يربوا أولادهم على التقاليد والعادات والأفكار اللي هن تربوا عليها، واعتقدوا إنه هي الأفكار والقيم السليمة المفروض يعيشوا فيها. طبعا بعيدا عن الأسباب اللي أدت فيهم إنهم ينزحوا من بلادهم الأصلية إلى المغتربات. هذا أول شيء بواجهوه بالمجتمعات الغربية اللي هن اجوا عليها. طبعا بيحاولوا انه ينشئوا اولادهم على التقاليد والعادات والافكار اللي هن تربوا عليها واللي هن تعلموا عليها، الافكار الدينيه والمعتقدات الدينيه والافكار الاجتماعيه والتقاليد الاجتماعيه، من فكر الى غايه اللباس يعني. وبالتالي بتشوفهم انه هن عباره عن مجتمعات غير مندمجه بالمجتمعات الجديده اللي اجوا عليها، وبيتحولوا شوي شوي إلى يعني تجمعات صغيرة بيحتووا بعضهم البعض يعني، وبيبقوا منغلقين عن المجتمع الكبير اللي هن عايشين فيه جديد. طبعا هن غير مدركين الآثار النفسية اللي رح يواجهوها الأطفال أو الأولاد فيما بعد، لأنه أنت جيت على مجتمع في يعني كمية من الحرية اللامحدودة، وبالتالي انت ما بتقبل انه اولادك يعيشوا تحت هذا المسمى الحرية المطلقة. يعني في اختيار الدين او اختيار الجنس او اختيار اي شيء او حريته الشخصية في في عمل اي شيء طالما هو لا يؤذي الاخرين يعني. فانت بتربيه على الانعزال الفكري والانعزال الاخلاقي انه هذا المجتمع الجديد اللي نحن عايشيه هو مجتمع لا يتناسب مع هويتنا ولا تقاليدنا ولا عاداتنا ولا ودينيا. ممكن تسميهم كفار، يعني هدول كفار، نحن عايشين في بلد كافر. فبالتالي طيب، هل انت واعي انه الطفل لما يكبر شوي، الولد لما يكبر شوي بده يقارن ما بين حالتين؟ بده يقارن ما بين المجتمع اللي هو الكبير اللي عايش فيه الغربي، بده يقارن ما بين المجتمع الصغير اللي أهله وضعوه فيه. بيبقى عنده هو خيار، لازم يختار ما بين المجتمع المغلق الصغير ضمن التقاليد والعادات والهي اللي زرعت برأسه، وهو عايش ضمن مجتمع مخالف تماما لهي التقاليد والعادات والأفكار اللي هي زرعت برأسه بالبيت. كبر الولد طبعا بده يختار هو ما بين هاي التقاليد وما بين انه يندمج بالمجتمع الغربي. في هاي الحالة سيتحول إلى واحد من اثنين: إما متزمت متعصب ودينيا يوصل لمرحلة الإرهاب، لأنه هو بده يقول أنا عايش في دولة كافرة وفي مجتمع كافر وهي كله غلط، وكل كل هذا المجتمع الكبير اللي هو عايش فيه هو غلط، وهو في اعتقاده أنه هو صواب. أو بده يندمج مع المجتمع الغربي لدرجة العمى، يعني بده يتماهى مع هذا المجتمع الغربي لدرجة الانحلال. ما بقى في عنده شيء اسمه يعني ليميتد او حدودي وانه هو يوقف عندها، لانه ما عنده خيار وسط انه هو يختاره. انت حطيته قدام متناقضين، قدام قطبين،
فهو بالاخير لما بده يختار بده يتحول يا اما للقطب هاد يا اما للقطب هاد، والى درجة منحازة تماما عن الاعتدال. هلا الرسالة لكل العرب، اخوتنا العرب اللي عايشين بالمجتمعات الغربية، اللي هي بيشوفوا فيها انه هي لا تتناسب مع عاداتهم وقيمهم وتقاليدهم واخلاقهم، وهذا انت انسان وبالتالي لديك الحرية انه انت تختار، يا اما ترجع على بلدك يا اما انت تروح على بلد اخر يتناسب فكريا مع فكريا وكعادات وتقاليد، ويتناسب مع مفهومك انت للحياة وما تعتقده انت وما ربيت عليه. فانت ليش عايش ضمن مجتمع انت بالاصل انت رافضه؟ طيب هلا بدي اجي على مثال اخر، انه الاجنبي مثلا فرنسية أو إيطالية أو إيطالي أو فرنسي أو أمريكي أو ألماني، أي واحد أوروبي أو أجنبي بشكل عام غير عربي بده يروح يعيش مثلا بالسعودية أو بده يعيش بمصر أو بده يعيش بسوريا، بروح بيركب جمل، يلبس جلابية، بحط عقال على راسه، بجوز يقعد بخيمة ويتأقلم كل حياته، يضل قاعد كل حياته ببيت بقرية صغيرة ويجيب غنم ويعيش تماما مثل ما عايشين فإذا هو يختار أن يعيش هاي الحياة اللي هو بيعتقد أنه هي مريحة نفسيا بالنسبة له، وبالتالي راح يلبس اللباس اللي بيلبسوه هن، وراح يشتغل المهن اللي هن بيمتهنوها، وراح يتأقلم تماما مع المجتمع اللي هو جاي عليه. يعني ما راح تشوف انت انه وحده امرأة راحت الى السعودية او الى الدول العربية ولابسة شورت مثلا او لابسة نص كنزة من فوق، يعني لا، هي بدها تحترم البلد اللي هي جاية عليه ضمن تقاليده وعاداته. فانت يا عربي، يا اخونا العربي، ليش جاي على مجتمعات غربية وانت رافض هاي المجتمعات، رافضها فكرا ورافضها دينا ورافضها بكل شيء، انه انت جاي بدك تعيش وكأنه انت عايش ضمن القرية تبعك او ضمن الحي تبعك في بلادك انت. ما انت انتقلت، ما انت اجيت سواء بارادتك او بغير ارادتك، اجيت انت على على بلد انت اجنبي في له قيم وحضارة وتاريخ، اعتبره مو حضارة، له قيم وتخلف، واعتبره انت مثل ما بدك انت، ولكنه يتناقض هو مع مفهومك انت، مفاهيمك الاخلاقية والدينية. اوكي، انت بالاصل انسان، يعني فيك تختار تقول انا ما بدي اعيش يا اخي انا ما بدي اولادي ينشأوا ضمن هاي المجتمعات. انت حر. ليش انت مصر انه تعيش ضمن هاي المجتمع ولكن بضمن مفاهيمك انت، بضمن عاداتك وتقاليدك؟ ما المجتمع اكبر منك، المجتمع اللي انت عايش فيه اكبر منك. الاولاد اللي انت عم تحط تزرع برؤوسهم قيم وافكار انت مؤمن فيها متناقضة تماما مع الافكار بالبلد اللي انت عايش فيه، بالاخير هن يا اما ما راح يصدقوك، يا اما هن راح ما يصدقوا هي، راح تعمل لهم انت مشكلة نفسية. ولد انت عم تربيه على شيء وبيطلع هو بالحياة والمجتمع بالمدرسة بالشارع بكل مناحي الحياة عم يشوف اشياء مختلفة تماما عن اللي انت عم تزرع له اياها. اذا هذا المجتمع اللي عايش فيه ما بيتناسب معك، اوكي ضب الشناتي وامشي، روح على اي بلد تتناسب مع افكارك يعني. تماما مثلا لما بنجيب نحن يعني كلب، مش لولو، يعني كلب كبير، وبنحطه بشقة او بنحطه ببيت بيربى وبيعيش معنا الكلب وهيك. هل تعلم انه عايش هو عايش بغير مناخه الطبيعي؟ لانه هذا الكلب هو مناخه الطبيعي انه يكون بمزرعة، يكون بارض، يكون بقرية، يكون بين اغنام يحرسهم.
اما لما عايش هو بأربع حيطان او عايش هو بشقة، عم يتأقلم معك، هو عم يتأقلم معك، عم يحبك. اذا بتطلعوا لبرا على مزرعة 10 دقايق بيلعب وبيرقد وبيرجع معك على الشقة اللي انت ربيته فيها الكلب. هو ما عنده خيار، هو اندمج مع الشقة 70 80 متر اللي انت عايش فيها. فانت حضرة جنابك جاي على دولة، يا اما اندمج فيها، مش تنحل اخلاقيا. هو الموضوع مو موضوع في ناس كتير بيفكروا انه اوكي مجتمع اوروبي او مجتمع غربي لازم انت تنحل اخلاقيا. يعني لا، مين قال لك انه تنحل اخلاقيا؟ مين قال لك انه الشعوب الاجنبيه، الشعوب الاوروبيه هي منحله اخلاقيا؟ لا، اللي بدك انحلال اخلاقي ينحل اخلاقيا، بدك تلتزم تلتزم، ولكن مش بحدود الوسطى، بالحدود الوسطى، بشرط انه انت تندمج مع هذا المجتمع. انت ما انك قبلان المجتمع، اذا بتعيش 100 سنه ضمن هذا المجتمع ما راح تندمج فيه. ولكن اولادك حتى لو ما اندمجوا بهذا المجتمع، اولادك سوف يندمجون فيما بعد ضمن هاي المجتمعات. و وتاكد 100% انه انت ما راح تغير مجتمعات باكملها، بالعكس، في كتير دول عربيه عم تتغير. واكبر مثال على ذلك هي السعوديه الان، اللي هي انفتحت، هي لم تتخلى عن الاسلام ولكن هي انفتحت على شعوب العالم انسانيا. ما فيك انت تعيش هلا بال 2023 انت منغلق على نفسك يعني، وانت قاعد تقول انا ما بدي شيء، كلكم غلط انا الصح. بس حبيت احكي هاي النقطه لانه هي كتير كتير مهمه. بيعاني منها كل العرب الموجودين او الاجانب الموجودين في الدول الاوروبيه والاجنبيه، مشان يهتموا بهذا الموضوع ويرجعوا يفكروا بهاي النقطة.